السلام عليكم، أسعد الله مساكم بكل خير. مفاجأة، ها الخلفية صورة فيران باللابتوب. وش اللي يخلي عندك طاقة أو لك خلق ولا ما لك خلق؟ أنا سألت سؤال قبل شوي بالسناب اللي قبل هذه، إنه لو قال لك صاحبك تعال نروح نتمرن، أو قال لك تعال نروح للمطعم، هل هي نفس الشيء ولا لا؟ بعض الأحيان إذا قال لك خلينا نروح نتمرن تقول لي ما لي خلق، قال لك يلا خلينا نطلع مطعم تقول ما يخالف، ما عندي مشكلة. وش فرق اللي مالك خلق اللي بذل طاقة ولك خلق للأكل؟ عام 1994 في جامعة روكيفيلد في أمريكا باستخدام هذا الفأر اكتشفوا هرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع. هذا الفار كان ما يتحرك إلا إذا أبعدوا عنه الأكل، يعني إذا شالوا الأكل من هنا إلى هنا يروح بس كان إلى مكان ثاني، يعني الفار هذا كان يروح بس علشان يأكل فقط. طيب ليش؟ هذا الفار عملوا تطوير علشان ما يكون عنده إفراز لهرمون الليبتين، يعني يكون عنده عيب بالجين حق إفراز هرمون الليبتين هذا الفار. وش اللي صار عنده؟ وش النتيجة؟ صار يسمن 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 وياكل ولا يدري انه شبع ولا لا. اللي يتحكم في شبعك او جوعك هو اما انه يرتفع هرمون الليبتين وتصل اشاراته الى الدماغ، هنا يقولك بس وقف اكل، ليس امتلاء المعدة. واللي يتحكم بجوعك ارتفاع هرمون ثاني اسمه الجريلين. تعالوا ما قضت السالفة، اخذوا من دم الفأر هذا اللي مو سمين وحقنوه بدم الفأر السمين. تعرفون اللي صار؟ يعني صار هذا عنده هرمون ليبتين من هذا، فصار هذا أو ابتدى يتحرك، الفأر السمين هذا يتحرك وقل أكله بشكل كبير إلين وصل صار بحجم الفأر الثاني هذا. طيب لو جيت وحقنت شخص بهرمون ليبتين هل يبي ينحف؟ ايش رايكم؟ لا. ليش؟ هنا لو عرفت انه هرمون الليبتين اصلا يفرز من اللي هو الخلايا الدهنيه، من الدهون يفرز، يعني مفروض اللي عنده دهون اكثر عنده هرمون ليبتين او هرمون شبع اكثر، بس ليش ما يوصل الى الدماغ؟ اللي يعمل حجب لوصول هرمون الليبتين الى الدماغ هو هرمون الانسولين، استمرار سكر الدم بارتفاع. هذا اللي خليني اقول لكم لا تاكلون في بداية اليوم شيء حالي، بشكل خاص إذا كان مصنع.